اللعيبه الكبار معانا احمد جعفر على الهاتف برضه نطمن عليه. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. مساء حضرتك طبعا على الكابتن الكبير كابتن حماده. ازيك يا كابتن احمد؟ اهلا بيك. الله يخليك يا كابتن حماده. الحمد لله. كابتن احمد طمنا عليك. انا سامع دلوقتي ان انت في مرحله تجديد عقدك في نادي الزمالك، مكمل في نادي الزمالك، عندك عروض ثانيه، ايه الاخبار؟ والله كله زي الفل الحمد لله. لا والله ان شاء الله انا طبعا تحت امر النادي، والله الناس محتاجين انا موجود طبعا، ما اقدرش طبعا نادي الزمالك، واي حد طبعا نتمنى يبقى موجود في نادي الزمالك طبعا، وانا مش محتاج ان انا ازيد عن نادي الزمالك طبعا في اي حاجه. انا الناس عايزاني انا موجود، مش عايزاني خلاص الواحد يعني بيدور على حته ثانيه طبعا اكيد يعني. مين قال كده يا احمد؟ ده احنا عايزينك 100%. ده انت ما شاء الله بقيت لعيب دلوقتي هايل جدا طبعا. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا انا تحت امر نادي الزمالك طبعا في اي وقت يعني. كابتن احمد، حد فتح يعني في مسؤولين فتحوا معاك الحديث دلوقتي في نادي الزمالك، ابتديت حديث في الموضوع ولا ما حدش فتح لسه معاك الحديث؟ لا والله يا كابتن لسه مفيش حد اتكلم في الموضوع، يمكن بس عشان الظروف اللي احنا فيها وكده، والظروف ان مفيش دوري وكده، فيمكن الناس بس لسه مفيش حد اتكلم يعني في اي حاجه. طيب عندك طلبات معينه في الفلوس؟ انا عارف ان كان عندك بمبالغ ضعيفه الفتره اللي فاتت، هل ممكن تبص في دوله عربيه؟ لا ممكن تشتري نادي الزمالك حتى لو مبلغ اقل؟ والله يا كابتن انا زي ما قلت لك انا تحت امر نادي الزمالك في اي شيء طبعا، بس اكيد طبعا اكيد لما يبقى في تعاقد وكده مع الزمالك فاكيد الدنيا هتختلف شويه طبعا عن الفتره اللي فاتت وكده. هو بس انا طبعا زي ما قلت لك انا مش هزيد عن الزمالك في اي حاجه طبعا، وتحت امرهم في اي وقت يعني في حته التجديد دي بالذات يعني. مش احنا برضو معانا الكابتن حماده امام اهو، كابتن حماده يعني اداك قال لك انت من اللعيبه الكبار اللي نادي الزمالك محتاجها، واكيد في الوقت المناسب يعني هيتكلموا معاك. بتمنى لك التوفيق يا كابتن احمد، وشكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله تكون موجود